ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. باذن الله وحشتوني. ان شاء الله النهارده هنعمل مسقعه وشكشوك. خليكم معايا. حاطين الزيت على النار زي ما حضراتكم شايفين كده. يقدح هنحط البتنجان يتحمر، هو الفلفل الحامي. ونسيت اقول لكم ان احنا نحط ملح على البتنجان عشان ما يشربش زيت. ونكون مقطعين في طاسه اللي هنعمل فيها الشكشوكه بصل وزيت، ونقلب عشان مش يتحمر. هوريكم لونه هيبقى عامل ازاي. جنب البصل عم بنحمر البتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده. واكون محضره طماطم متقطعه وفلفلايه حامي وفلفل رومي، ونحطهم على البصل زي ما حضراتكم شايفين. لما اللون يبقى كده نقلب ونحط الملح والفلفل والبهارات بتاعتكم اللي انتوا عايزينها، ونغطي ونحط ربع كوباية مية ونغطي لغاية لما الطماطم تدبل. نكون محضرين حلة اللي هنعمل فيها المسقعة. هنحط زيت وحبة توم، نقلبهم عشان تتحمر. ونكون محضرين صلصة، وهوريكم الشكل دلوقتي بتاع تحمير التومة، مش تتحمر تتحرق. هوريكم الشكل بتاعها. وادي بعد ما اتحمرت هنحط الصلصة، نحط لها فلفل ونحط لها ملح ونسيبها مش تتسبك. يعني قبل ما تتسبك كده نروح حاطين البتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده. الطماطم دبلت، حطينا البيض بيضة بيضة. اللي حابب يعملها بالبيض صحيح عيون كده ماشي. اللي حابب يعملها، في ناس بتعملها بتقلب البيض مع الطماطم والفلفل. اللي حابب يعملها كده يعملها، واللي حابب يعملها كده يعملها. دي او دي الاتنين احلى من بعض. ماشي. نوطي عليها ونغطيها ونسيبها لغاية لما تستوي. نكون الصلصة ان شاء الله بإذن الله هتشوفوها دلوقتي اتعملت. زي ما حضراتكم شايفين كده. هنحط البتنجان زي ما حضراتكم شايفين، ونقلبها ونسيبها 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير تشرب من الصلصة، ونروح قافلين عليها. احلى اكلة بصراحة، واكلة على قد الايد، وطعمها جميل جدا. ما تنسوش يا حبايبي تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكوا كل جديد. وده الشكل النهائي يا حبايب قلبي. كان عندي طبق كبدة فاضل، وعملت المسقعة والشكشوكة معاكم، والخيار قطعت جنبه خيار والعيش. يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم وافدتكم بحاجات. واللي عنده تعليق ولا حاجة يقول لي يا جماعة، عشان احنا نتعلم بعدين. الانسان بيتم يتعلم لغاية لما يموت. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.